ازاي القيم والمبادئ دي بتغير هويتك، وازاي اصلا بتغير الهويه لصالحك؟ انا دلوقتي هتعامل على القيم والمبادئ عندها قوانين عادي. تمام. تمام. انت دلوقتي مثلا شخص مثلا فاشل، مش شاطر في دراستك، ما بتعملش تمرين وجسمك بايظ، ومش عارف ولا اي حاجه من الحاجات ديت اللي فاتوا، يعني 4 حاجات اللي فاتت دي كلها. انت حط قانون نفسك، مثلا انت كل حط قوانين نفسك، انت تبدا تطور نفسك، تعمل حاجات كده، تحاول تصلح نفسك واحده واحده، عشان نفسك القديمه، هويتك القديمه هتتغير مع هويتك الجديده، عن طريق انت تحط مبادئ جديده ليك. فاهم الفكره؟ طبعا. حلوه الفكره دي. تحط مبادئ جديده اللي هي قوانين جديده يعتبر يعني، وتمشي عليها، فتلاقي نفسك القديمه اللي هي مثلا كان مش شاطر في دراسته وبتاع، دلوقتي انت شاطر في دراسته، ودي حاجه مختلفه عندي. اديك انت بقيت شخص تاني من اول حاجه. كنت بتشتم كتير ولسانك فلت على طول وقاعد تشتم وشغال، بقيت شخص محترم ورزين كده وبتاع. تمام. هويتك اتغيرت. هويتك اتغيرت، انت خلاص انت كنت شخص فاشل، بقيت شخص كويس. انت شخص كويس ومجتمع بيحبك. تعرف بصراحة انت اللي هو ايه يا ابو معتصم، قلت الكلام اللي كان في دماغي، كنت عايز اطلعه بس انا حاسس ممكن ازود عليه شوية لان انت قلته قبل. اوكي. ممكن ازود عليه بايه مثلا؟ انت قلت حتة القيم والمبادئ هي ممكن تساعد في تغيير هويتك، صح؟ وهويتك معتمدة على الحاجات دي. هويتك اصلا معتمدة على ما هي رؤيتك لنفسك، فهويتك دي لما تتغير انت هتبقى رؤيتك لنفسك مختلفة. فانت بقى تقدر تستعمل الحته دي في صالحك، تغير الهويه، هتغير القيم والمبادئ، تغير القيم. فانت لما القيم والمبادئ دي تتغير هتبقى مقتنع فيها في هويتك. فحاسس بيلخبط الكلام ولا فاهم؟ هتلخبط صراحه. بيلخبط الكلام. اوكي. مثلا دلوقتي انت لما تلتزم بقيم ومبادئ وتقنع نفسك ان دي قيمك ومبادئك، هويتك بقت شخص عنده القيم والمبادئ. فهمت كده؟ ممكن ابقى لخبطت في الاول بس كده اظن وضحتها شويه. صح. فانت بقى مش لازم تستنى اقول الحته دي بس، مش لازم تغير هويتك انك تقول اللي هو فجاه اللي هو ايه ابطل السجاير واكون انسان جديد ومن اول يناير ابقى اروح واشيل حديد. مش لازم. مش لازم كده، خدها واحده واحده. من اول يناير روح شيل حديد يا برو، ومن اول ديسمبر كمان. بس يعني اسمه ايه، انا قصدي مش لازم انا خلاص انا دلوقتي هكون انسان جديد. انا نيلة هتحبط في 2-3 يوم. بص يا عم، في حاجه مهمه كمان. ايه؟ بدك لو مثلا شخص مثلا بيشرب سجاير، طول عمره بيشرب سجاير، جه مره قالها وقف، قعد شهر كامل ما شربش، بعدين قام عوض. لا جه بعد الشهر ده كله شرب سيجاره. طبعا هيعتقد ان هو فشل بتاعه، بس هو ما فشلش. بعد منع نفس الشهر كامل، بدل ما كان يعمل كل يوم عمل شهر كامل. المرة اللي بعدها يحافظ نفس الحوار دوت، جسمه هيتقل تعود عليها، فبالتالي مع الوقت هيبقى يحاول يقل كانت مرة كل مثلا 3 شهور. فمع الوقت بقى كده هتبقى خلاص الجسم مش هيتعود عليها، فخلاص مش هيبقى مدمن عليها زي ما كان مدمن في الأول. مينفعش حد يبطل مثلا سجاير على طول، هيحس نفسه يعني مش قادر يستحمل مكانها. إذا كان شيخ شعراوي هو ده الوحيد اللي عمل حاجة دي. الله يرحمه. الله يرحمه. انما اي حد طبيعي ما ينفعش، لازم تاخدها واحده واحده كده. بس ده مش معناه انك تحاول انك تدرج الذنب، لانك لو حاولت انك تبطل الذنب بالتدريج فانت هتقنع نفسك اللي هو ايوه دلوقتي بقى جه وقت العاده السيئه بتاعتي. لا ما جاش. لا، هو انت تبقى في دماغك انك انت هتعدمها دلوقتي، سواء بقى فلتت منك بعدين انا هعدمها، فلتت بعدين انا هعدمها. ده ممكن يعني لو عايز تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، لان ده ممكن يحسسك دلوقتي اللي هو طب ليه؟ طيب فيديو التوبه شارح الموضوع ده بالتفاصيل، سيبه في الاي اللي فوق او في الديسكريبشن. اقول لك حاجه مهمه بقى كمان. ايه؟ تخيل انت قدامك سلم. السلم ده فوق قوي. بس انا عندي برضو حاجه تانية مهمه كمان. لو مثلا العادات الجيده هي اللي تستاهل انك تدرجها، لان انت مش شرط انك تقدر مثلا من اول يوم هتروح الجيم هتروح تعمل الديد ليفت 170 كيلو جرام. لا، هتدرجها، لان انت لو عملت كده هتحبط. يعني حتى الكلام ده اجيبه من كتاب العادات الذريه، كان من اجمل الكتب اللي قريتها، كتاب ما شاء الله عليه جميل. الكتاب ده كان بيقول لك ان انت يعني مثلا دلوقتي انت عايز تنزل تجري بس انت مكسل، فانت هتدرج العاده ان انت في يوم هتروح تلبس لبس التمرين بس وما تروحش تجري،
وبعدين بعدها اليوم اللي بعده هتروح تلبس جزمة التمرين، وبعدين اليوم اللي بعده هتلبس جزمة التمرين وتطلع من البيت، اليوم اللي بعده تلبس جزمة التمرين وتطلع من البيت تجري 5 دقايق، اليوم اللي بعده هتلبس جزمة التمرين وتنزل من البيت تجري 10 دقايق، لحد ما تلاقي نفسك عمال تزيد في دقايق عمال تزيد في بتاع. ومثلا هيلثي فود دلوقتي انا اقلل الكالوريز بتاعتي 50 كالوري، اللي بعدها بشويه خلاص هزود شويه هتدرجه، لكن الكلام ده بينفع في العادات الجيده، لكن في العادات السيئه بيبوظها تماما وبيخليك مستني الموضوع، وممكن مخك يتساءل معاك اللي هو طالما بعملها مرتين في الاسبوع ما اعملها 4 بقى مش فارقه ما بلاها. استنى بس هقول لك على حاجه، انا مش هعمل كده، ان هي عاده جيده تبدا في الاول كويس، بعد كده تبقى كويس فيها جدا، فاهم؟ ده حاجه تانيه، ان انت ده سلم مكون مثلا من 30 سلم، تحط الاهداف الصغيره. لا مش اهداف صغيره، انت العاده الوحشه تحت، العاده السيئه تحت، العاده الكويسه فوق. 30 سلم شهر كامل، انت الاول هتطلع 1 2 3، اكيد مش تنط السلم كله، مش تطلع في الاسانسير وتلاقي نفسك مش تطلع من العاده الوحشه للعاده الكويسه على طول. لو طلعت في الاسانسير هتحس نفسك، هتحس اللي هو انا ما خلصتش طاقتي، انا هنزل السلم تاني واطلع بالظبط كده، فلا هترجع تاني للعاده السيئه. هتلاقي الموضوع سهل، فلا اوكي الموضوع ايه بقى؟ لا مش هتلاقي الموضوع سهل، هتلاقي اصعب. هتلاقي الموضوع سهل انت تطلع تنزل بينهم، فاهم اللي هو ايه يعني ما عندكش يعني صح، مفيش مبدأ ماشي في الموضوع. الوحش تحت والكويس فوق، صح. هتطلع 1 2 3 4 وصلت لغايه 10 ايام من غير ما تعمل حاجه وحشه او حاجه غلط. في اليوم دوت عملت حاجه وحشه او حاجه غلط كده، انت وقفت مكانك خلصت ما نزلتش ما نزلتش وعملت يوم ده كملت سيء، كملت بعدها 20 يوم وصلت لعدد كويس. لو انت يعني انما بقى احنا مثلا على في حاجه حقيقيه دلوقتي، انت قدامك سنه كامله 12 شهر 300 يوم، نخيل 300 يوم، قعدت اول 30 يوم بتعمل كل يوم، بعد كده قعدت 10 ايام، بعد كده عادة جيدة ولا عادة سيئة؟ لا عادة سيئة. 30 يوم متواصل اللي هي حياتك كلها اللي هتعمل 30 يوم دول، فانت حاولت تبطل قمت مقللها. بعد 10 ايام قلت انت جيت في يوم 30 قلت لا هبطل، وجيت بعد 10 ايام عملتها مره، تفتكر انت حبطت فترجع تعملها كل يوم، انت خلاص كده تعتبر انت معتبر نفسك انت فشلت. في ناس كده كتير يعتبر نفسهم ان هو فشل وخلاص عشان يرجعوا تاني، بعد كده يقعد يعد لك الايام. يعني 30 يوم انا بعدش الايام اصلا، الموضوع محبط جدا، يحبط فعلا. يعني نفسهم فشلوا فايه خلاص يرجعوا تاني بقى تمام، لا بقى تطلع مره تقف مكانك، خلاص خلصت المره ديت الحاجه الوحشه اللي بتعملها، تطلع تاني بقى 1 2 3 4، تبقى بعد 10 ايام دول تطلع 15 يوم، تفضل كده 20 30 لغايه ما ايه تبقى موضوع عادي بالنسبه لك، خلاص كده فاهم، مش محتاج تعمل حاجه وحشه تاني خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. دي اصلا اول 6 ايام بيبقوا اصعب ايام في تبطيل العاده السيئه. لا انا بقول لك اهو، انت دلوقتي مثلا بتاكل فاست فود كتير، مع الوقت تقلل توصل للهيلث فود، بس ما قلتش. بس بص الحته دي للتوضيح ما تتعملش في العادات السيئه، الحته دي مش عادة سيئة، لو عليك بطلها من دلوقتي تماما. انا السلم ان انت لكن لو انت بتقول من ان هيلثي فود لهيلثي فود ممكن السلم اللي انت بتقول عليه من عاده جيده لعاده جيده، من 0 عاده جيده مثلا 10 عاده جيده. انا السلم اللي بقول لك عليه لا، من عاده سيئه لمتوسط، ما بين عاده سيئه وعاده جيده لعاده جيده على طول. فاهم. فانت بتطلع من الوحش للمتوسط للحلو، مش تطلع من بدايات الحلو لاقوى احسن حاجه في الحلو، لا انت لسه توصل للحلو الاولاني. السلالم دي مختلفه عن بعض. ايوه، ما عملتش السلالم بتاعت اللي هي من بتبدا من حلو لغايه توصل لحلو كويس قوي، لا تبدا من وحش قوي تبدا لغايه تبقى كويس. ما بصليش مثلا دلوقتي بصلي الظهر، لبكره بصلي بنتظم. أيوة. بنتظم في الظهر والعصر، وبعده بعد فتره بصلي. بالظبط مع الوقت. معاك حق في دي. ايوه انت تاخده سلم كده ايه، سلم مظبوط شويه، كل حاجه ايه واحده واحده، فاهم الفكره؟ بس دي كانت نقطتي في الموضوع. حاسك شرحت الموضوع اللي هو خلاص وضحنا الموضوع كامل. نخش في اخر حاجه عايزين نقولها، ان القيم والمبادئ فعلا مهمه، فعلا بتكون شخصيتك، ومحدش محدش يستهيفها. الحته دي مهمه في تكوين شخصيتك، وشخصيه ضعيفه بتبقى شخصيه معظم الوقت بلا مبادئ،
وكتير من الشخصيات الضعيفه اللي شفتها بيبقوا اغلب الوقت مش معتمدين على مبدا اللي هو ما عنديش مشكله النهارده اهين كذا، ما عنديش مشكله بكره اعمل كذا، ما عندوش مش مبدا معتمدين على مبادئهم. ايوه معتمدين على مبادئ غيرهم. مثلا واحد صاحبه بيشتم وشغال وهو فهو خلاص بدا يشتم زي صاحبه وبتاع، ما حطش مثلا مبدا نفسه او قانون نفسه ان هو ما يشتمش. صاحبي يشتم انا مش هشتم عادي، مش دعوه بيه. هو ما عندوش مانع يشتم، انا عندي مانع اشتم كده. واحنا مش بنقول من الكلام ده برضو اللي هو احنا الملايكه، لا احنا أكيد بس لا. لازم تنشر الحق يعني زي ما هو الفيديو ده على فكره زي ما هو لكل المراهقين. احنا معاكم يا جدعان، الفيديو ده لينا برضو. انا لو جيت وقعت بعد شويه احتمال ارجع اشوف الفيديو ده تاني، انا بغلط عمر بيغلط، هنرجع نشوف الفيديو ده تاني وهنرجع نتحمس تاني وهنرجع نحاول نبطل تاني. ودي الفكرة، انت لو خليت نفسك ما بتيأسش ده مبدأ دلوقتي. اول مبدأ ما بيأسش، وتاني ده خلاص ده كده كون لك اوريدي، خلاك شخصية اقوى اوتوماتيك يعني. في ناس بطبعها كده وفي ناس بطبعها مش كده، بس انت حتى الناس اللي بطبعها كده فده بسبب التعود بنسبة كبيرة، او بسبب مثلا ابوهم رباهم كده، اي حاجة او مجتمع حوالي ممكن اصحابهم ومدرستهم، فاهم؟ مثلا. يعني نص على البيت نص على المدرسه، نص او مش صح كده، مش شرط بالنص، بس في مش حبة شرط هنا نص. وفي حبة هنا. لا استنى، تلت على البيت تلت على المدرسه تلت على المجتمع. طب كده 3 حاجات: بيت مدرسه مجتمع. البيت اللي انت تربى فيه، المدرسه تتعلم فيها، المجتمع اللي بتعيش فيه بقى خلاص تبقى. دي 3 مراحل حياتك، 3: بيت مدرسه مجتمع. ال3 كل واحد تصل عليهم في زمن معين لغايه ما تكبر بقى خلاص. ايه تكبر بقى كده تبقى شخص بالغ، كل حاجه من الحاجات اللي بتصل في دماغك حاجه معينه. واهم حاجة ان الدين يبقى في النص. بالظبط كده صح. فبكل بساطة القيم والمبادئ هتفتح كل العادات التانية اللي ان شاء الله هنتكلم عليها، هتفتح كل العادات السيئة، تفتح لنا المجال نتكلم عن كل العادات السيئة والجيدة ان شاء الله في الحلقات الجاية. فعشان كده انا كنت عايز ابتدي بحاجات تانية خالص، ومعتصم كان بيقول لي افكار تانية، بس انا لقيت لا، الفكرة دي هي مفتاح المواضيع التانية. الفكرة دي لو انت ما شفتش لو شفت الفيديوهات التانية من غير ما تشوف الفيديو ده يبقى في حاجة ناقصاك، فاهم الفكرة؟ لازم المبادئ تبقى اول حاجة قبل ما تبتدي، عشان ندخل في ليه فعلا المراهقين بائسين بقى من اسباب تانية، وده من الاسباب الكبيرة قوي، فاهم الفكرة؟ اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ديها بالصلاة على النبي ونيها بالصلاة على النبي الصلاة والسلام. الحمد لله يعني ربنا كرمنا في الحلقة دي اكتر من الاولى. الحمد لله يعني ايه، ربنا بيرزق اللي بيتعب، واحنا تعبنا في تسجيل الحلقات. بقالنا ساعتين بنظبط في الحاجه. اتمنى من كل شخص، يعني اولا كل شخص كمل الفيديو لاخره، انت حبيب قلبي حرفيا. ويعني لو ما دام كملت الفيديو لاخره ارجوك بقى اعمل لايك وسبسكرايب، عشان لسه البودكاست دي الحلقه الثانيه ان شاء الله، عندنا حلقات كتير في بالنا. الحلقه دي يعني طلعت احسن من التوقعات بكتير قوي بجد. اللي انا كنت متوقع الحلقه دي اللي هو تبقى في المتوسط في حدود الاولى، بس بسم الله ما شاء الله انا من اللي انا شايفه واحنا بنسجل لا طلعت جامده، وانا مستني ان شاء الله اشوف ارائكم في الكومنتات. فبس عايزين حاجه؟ مش عايزين حاجه؟ اشربوا معانا شاي طيب؟ تعال نجيب شاي للمشاهدين. انا ما شبعتش منكم، بس الحلقه طول قوي، احنا مش عايزين نطول. انا ما اعرفش لو نقسم ده حلقتين اصلا ولا نخلي كل حلقه ربع ساعه. هو نص ساعه ممكن تسمع حلقتين عشان خلصنا كل النقط، بس هي نص ساعه خليها حلقه واحده. خلاص ان شاء الله نشوفك في حلقه احلى يا معتصم، حلقه الجايه باذن الله. ونشوفكم كلكم يا فيورز في الحلقه الجايه باذن الله من بودكاست ليه. وبس كده، سلام. نشوفك بعدين يا معتصم. في امان الله.